السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ جاي اتكلم النهارده في موضوع يعني مضايقني جدا من امبارح. وجايز هيضايق ناس كتير جدا ان انا اتكلمت فيه، وعارف ومتاكد ان نسبه كبيره جدا هتشوف الفيديو من بره هتلاقيه كبير مش هتتفرج اصلا. وناس تانية اصلا هتقول إيه الخرا ده، وتقلب اصلا من قبل ما تشوف الفيديو. بس عادي يعني، انا اصريت ان انا اتكلم في الموضوع ده النهارده. قبل اي حاجة بس يعني كنت عايز اسأل سؤال: احنا ليه دايما المحتوى التافه عندنا بينتشر بسرعة جدا، وتلاقي كله بيدعمه وبيعمل له شير ومش عارف ايه؟ بس مثلا يعني فيديو ميوزيكلي او فيديو تيك توك، واحدة مثلا او واحد عامله، وكذلك مثلا لو واحد مصور فيديو وهو بيغني في العربية بتاعته او واحدة، ليه ان احنا ندعم الفيديو ده باستمرار وتلاقي كله بيعمل له شير وبتاع؟ ليه؟ انا عايز اعرف بس ايه الفكرة في اننا نعمل ده، بالذات بقى لو واحدة مثلا بقى قلعة مثلا وبتاع ومصورة الفيديو. يا تلاقي كله بقى يلا يا جدعان ادخلوا اعملوا شير، انتوا ازاي ما شفتوش الفيديو ده ومش عارف ايه؟ وبيبقى المنظر ملفت وعدد كبير جدا تلاقيه دخل عشان يتفرج. ليه؟ والله الموضوع وصل معايا لما جيت اعمل القناه بتاعه اليوتيوب بتاعتي، اللي اصلا محدش يعني دخل يشوفها وبتاع، مش مشاكل يعني، انا متصالح مع نفسي في الموضوع ده. ان في واحد صاحبي، يعني انا سالت كذا حد يعني يعرف في اليوتيوب وكده او عنده قناه مثلا، اعمل ايه وكده. قال لي حاول تنزل الاول في البدايه محتوى يكون تافه ملوش لازمه، هيجيب فيوز كتير جدا وهيجيب لك سبسكرايبرز كتير كتير فشخ. وبعد كده ابدا بقى اتكلم في الموضوع اللي انت عايزه، او نزل الفيديوهات الهادفه اللي انت عايز تنزلها. طب انا ليه الف اللفه دي؟ ليه انزل الاول محتوى انا اصلا مش عايزه، او محتوى انا شايف ان هو ملوش لازمه عشان اشد الناس؟ ليه؟ ليه الناس ما تتشدش اصلا بالمحتوى بتاعي اللي هو جايز يكون هادف وجايز يفيدهم؟ ليه؟ والله تلاحظ دايما الناس بتدعم النوع ده من الفيديوهات باستمرار. يعني مثلا واحد منزل مثلا: شوف انا عملت مقلب في مراتي ومش عارف ايه، ادخل شوف ايه اللي حصل بسرعه، كنت بخونها وبتاع. طب احنا، وتلاقي برضو اللي بيدعم الموضوع ده معظمهم بيبقى مثلا النوع اللي هو عنده 14 او 15 سنه، وتلاقيه داخل يتفرج 5 ولا 6 مرات. ولو شير، لو اي حد اصلا شير الموضوع ده وشير مثلا بعده او قبله فيديو هادف، تلاقي الناس اللي دخلت الفيديو التافه ده مثلا 100 واحد مثلا، اللي دخلوا بقى الفيديو الهادف ممكن يكونوا مثلا 3 او 4. انا بس عايز افهم ليه، عايز اعرف ايه السبب وراه ان احنا كشعب او كمجتمع تفكيرنا دايما او ترويجنا دايما بيبقى الحاجة اللي ملهاش لازمة. ليه؟ وبرضو احنا ليه كمجتمع بنفكر دايما في الحاجة اللي تظبط المزاج عندنا مش الحاجة اللي تفيدنا؟ يعني حاول كده مثلا تدي لحد تفاحة وفي نفس الوقت تديله شوكولاتة، شوف هياكل ايه الاول، او هو اصلا هيختار ايه. نسبة كبيرة جدا هتختار الشوكولاتة مع انها مضرة. وبرضه كذلك يعني دايما بندعم الحاجة اللي هي الغلط، او مش بندعم الغلط. الغلط بالنسبة لنا بقى حاجة عادية مش حاجة ملفتة. يعني مثلا حاول كده تمشي في الشارع وواحد مثلا مدخن بيشرب سيجارة، كام واحد هيبص له؟ تقريبا صفر. شوف كده بقى واحد تاني مثلا ماشي بياكل مثلا مصاصة في الشارع، او لا بلاش يا عم مصاصة، واحد ماشي بياكل موزة في الشارع، كام واحد هيبص له؟ هتلاقي الناس كلها كده بصاله كأن شكله ملفت وبيعمل حاجة غريبة. ليه الموضوع ده؟ يعني والله انا كنت نزلت فيديو تافه جدا على الواتساب من حوالي 3 او 4 شهور. كان فيديو كنت بدور على الشراب في البيت باين، حاجه تافهه يعني. لقيت كذا، حوالي 20 او 25 واحد دخلوا كلموني: ابعت يا اسطى الفيديو ومش عارف ايه، واللي بيضحك واللي بيعمل مش عارف ايه. وناس كتير جدا نزلته وقعدوا يقولوا لي ده في ناس طلبته ومش عارف ايه، في حين ان المحتوى الهادف اللي انا بقيت بنزله بعد كده تقريبا طلبه صفر، مفيش اي حد طلبه. مع ان المحتوى ده انا بتعب فيه جدا، يعني بتعب في تجميع مصادر، او في اني مثلا بقرا كتاب عشان اعرف اتكلم عن الموضوع او افهم اكتر عن الموضوع. وكذلك في المونتاج والتصوير بيتطلب تعب كبير جدا ان انا اوصل اصلا، لاني اوصل لطريقه الالقاء دي. ده شيء بالنسبه لي صعب يعني، بيبقى صعب جدا في البدايه. وبرضه مفيش اي تقدير من اي حد. يعني ممكن مثلا بعد ما انزل الفيديو اللي شافوه مثلا يبقى ابويا وامي واتنين مثلا او 5 من صحابي، او مثلا جايز بيوصل لعدد كبير شويه من صحابي. بس كبدايه، بعد كده تلاقي العدد بدأ يقل والناس تقول ايه اللي هو منزله ده وبتاع، ده لا ده عيل بيضان وبتاع. مع ان المحتوى اللي انا بنزله ممكن يفيدهم، والله ممكن كتير جدا ان هو يفيدهم. يعني اصل انا بحاول الخص مثلا ككتاب او كفكره كبيره في كذا دقيقة. ف... وبرضه بيبقى حاجة صعبة ان انا مش عارف افضل ايه عن ايه، وان انا عايز الفيديو يبقى قصير، ان انا اوصل الفكرة
في حاجه احاول اقلص الفكره بحيث انها توصل وفي نفس الوقت اللي بيتفرج ما يملش، فده حاجه صعبه. وانا عارف والله وشبه متاكد ان تقريبا اللي هيوصلوا اللحظه دي من الفيديو هيكونوا اتنين او تلاته. بس عادي، انا برضه بحاول يعني ان انا اوصل الفكره حتى لو واحد بس اللي هيستفاد، انا هبقى مبسوط ان هو استفاد او ادرك الخطر اللي احنا فيه، هبقى مبسوط من ده. يعني انت متخيل ان مثلا ممكن واحد او شاب مثلا في المجتمع بتاعنا ده عنده فكرة وعايز يوصلها ويحاول ان هو مثلا يصور او ينزل الفكرة دي، وتكون فكرة يعني فكرة لسه جديدة ومحدش عملها قبل كده، ويحبط مثلا عشان ما فيش اي حد شافه، عشان المحتوى التافه غطى على المحتوى اللي هو بيحاول يقدمه ده. ليه؟ ليه؟ مع انه والله العظيم في محتويات كتير انت ممكن تشوفها وتفيدك جدا. يعني انت مثلا ممكن تشوف ايجيكولوجي مثلا بتاع احمد سمير، ده يعني برنامج عظيم جدا، ممكن هيفيدك في حاجات. او مثلا الدحيح يعني بيتكلم في المحتوى بس بطريقه ترفيهيه شويه. او مثلا ممكن حد يديك بوزيتيف انرجي جامده جدا زي حسام هيكل مثلا. لكن انت ممكن تتفرج على حاجه مش هتفيدك في اي حاجه، لا هتزودك ولا هتقللك، وانت برضه مصر ان انت تدعم الحاجة دي او تتفرج عليها. وبس كده يعتبر يعني كلامي خلص، او الى حد ما يعني خلصت كل الكلام اللي جوايا. حاول بس يعني بعد ما سمعت الفيديو او شفته، حاول انك تعرف انت هتختار ايه عشان تتفرج عليه، او هتختار ايه عشان تدعمه او تعمله شير. مش اي حاجة تشوفها يلا شكله حلو ومش عارف ايه نعمله شير، مع انه ممكن يكون بيتكلم في حاجة ملهاش اي لازمة. وبرضه حكمة أخيرة يعني أنا كنت سمعتها، وهي مقولة أنا سمعتها يعني وعجبتني، إن أنت لو أنت ماشي ضد القطرة، فأنت بنسبة كبيرة جدا جدا أنت ممكن تطلع صح، بنسبة كبيرة. لكن لو ماشي مع القطرة فأنت باحتمال كبير جدا إن أنت تطلع غلط. حاول تعرف يعني أنت ماشي معاهم صح ولا غلط، ما تمشيش يعني زي ماشي قطيع الغنم. بس كده يعني. مش عارف الفيديو بقى هيعجبكم ولا لأ، أو الكلام، أو أصلا حد هيكون وصل للحظة دي من الفيديو ولا لأ. بس هو غالبا هيكون لأ، يعني حتى الاتنين أو التلاتة اللي كانوا من شوية دول زمانهم يعني قفلوا الفيديو. بس أنا نفسي إن هو يوصل لعدد كبير جدا عشان يدركوا الموضوع ده. بس وعلى رأي يعني أحمد سمير إن إحنا لازم ننور الضلمة. بس. السلام عليكم.